السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في الله، رأيت مقطعا لشخص يدعي بأنه إمام في الجزائر في دولة في بلاد المباركة حفظها الله الجزائر، ويدعي هذا الرجل أنه اعتقل في مدينة المصطفى عليه الصلاة والسلام في السعودية حفظها الله. لماذا اعتقل؟ اسمعوا لماذا اعتقل. اعتقل لأنه دعا لأهلنا في غزة. أنا عندي مشكلة مع الإخوانجية، وألا وهي يكذبون الكذب الفاحش لكي يشوهوا صورة السعودية. طيب، هذا يفكرني ببعض الحمقى من أتباع شيخهم الذي سجن في السعودية، وقالوا أنه سجن في السعودية لأنه دافع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه عندما استهزأ أهل الدنمارك، ليس كلهم، هذا الرسام قبحه الله وأخزاه الله وقبحه الله في الدنيا والآخرة، مات حرق، الله أكبر، لعنه الله. الشاهد، أنا أتذكر في السعودية فعلوا مجمع أو جمعية دفاعا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب، جمعية خاصة بنشر كتب تبين هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وأخلاق المصطفى عليه الصلاة والسلام. كذلك فعلوا دورة لشيخنا الوالد صالح الفوزان وشيخنا الوالد صالح اللحيدان رحمه الله دفاعا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب، دورات. طيب، ويأتيك مجنون من الإخوانجية ويقول لك سجن هذا الرجل شيخنا لأنه دافع عن رسول الله. والله ما أدري، يعني الإخوانجية تأخذون المخدرات قبل أن تتكلموا، ولا تشربون الخمر، ولا ما؟ ليش تكذبون يا أخي؟ ليش هذا الكذب؟ الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم جاءنا هذا الجزائري هذا اللي بهدلنا أمام الناس، قال لك أخي الكريم، نرى بأم أعيننا السعودية ليلا ونهارا تدافع عن غزة وعن فلسطين. حتى عندما سأل وزير الخارجية قال له ما رأيك في مستقبل السعودية؟ قال نحن ما يهمنا المستقبل، أن يهمنا غزة. الله أكبر. ورأينا بأم أعيننا أئمة الحرم المكي يدعون لغزة. يا أخي، في غزتين ولا إيش؟ في غزة في بريطانيا وغزة في